ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض صينية فريك باللحمة، وهنعمل جنبها كده طبق ملوخية خضراء. أكلة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت طعمة جدا جدا، مش تاخد مننا وقت ولا مجهود. أول حاجة هجيب الفريك بتاعي وهغسله كويس جدا جدا، وبعد كده ابتدي أصفيه وأحط له مية مغلية، أنقعه في مية مغلية حوالي نص ساعة. ده بالنسبة للأكياس، يعني فريك الضحى وأي نوع تاني أكياس. لكن لو هتجيبيه سايب ضروري تنقيه كويس قوي، لأنه بيبقى فيه طوب صغنن كده، فننضفه كويس قوي. بعد ما غسلت الفريك بتاعي نقعته في مية مغلية بالشكل ده، سيبه نص ساعة. هنلاقي الفريك نفش ويعني بقى كده طري، ما بقاش ناشف زي الأول. كده تمام. هصفي منه المية وهجيب الحلة بتاعتي احط فيها معلقة سمنة بلدي وبصلاية متوسطة مفرومة، وهقلب البصلاية لحد لما تدبل. وهكون مجهزة قرن فلفل اخضر متقطع مكعبات صغيرة. لو انتي حابة تحطي فلفل الوان مفيش اي مشكلة خالص، ضيفيه مع الفلفل الاخضر. طبعا انا مجهزة لحمة مسلوقة. اي طريقة تسلقي بيها اللحمة، المهم يبقى عندك لحمة وشوربة علشان الفريك يطلع طعمه حلو، ونسقيه بالشوربة بتاعة اللحمة. كده خلاص قلبت البصل والفلفل. الفلفل قلبته دقيقتين بس تشوح كده، وبعد كده هبتدي هنزل بالفريك بتاعي مع مكعب المرق، وهقلبهم كويس جدا جدا مع بعض عشان الفريك بتاعي يفضل مفلفل وياخد من كل الأطعمة اللي موجودة معانا. هشوح الفريك كويس قوي، والشوربة هتكون بتغلي واللحمة مستوية سوا كامل. وهنكمل باقي الخطوات، بس اللحمة تكون مستوية سوا كامل، مش 3/4 سوا ولا نص سوا، لا سوا كامل. اي قطعية بقى من اللحمة، يعني حبة السن، حبة الدوش، حبة الكلاطة، يعني اي قطعية في اللحمة انتي سلقاها ينفع تحطيها في وسط الفريك. بس طبعا يعني الموزة بتبقى خطيرة. كده خلاص انا شوحت الفريك بتاعي بالشكل ده. عندي الشوربة بتغلي واللحمة كمان مستوية. هبتدي اجيب الصينية او الطاجن اللي هحط فيه الفريك، وهنزل بالفريك في الصينية، مش مدهونة ولا اي حاجة خالص. هنزل بالفريك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وطبعا مشغلة الفرن على درجة حرارة 240، مشغلها قبل ما ادخل الصينية ب10 دقايق عشان الفرن بتاعتي تسخن كويس. بصوا انا بعمل الخطوات مش مستنية حاجة تبرد، انا عايزة كله يبقى سخن علشان ادخل الصينية تستوي على طول. ما تبقاش حاجة باردة او الفريك يعجن. لو انا حطيت الشوربة باردة ممكن الفريك بتاعي يعجن. عايزة الشوربة كمان تكون مغلية. بصوا كده بشيل ورق اللورة اللي في الشوربة. ابتديت بقى اطلع اللحمة بتاعتي المسلوقة السوا كامل، مستوية تسوية كاملة، وهحطها فوق الفريك بالشكل ده. لو انت حابة تحطيها من تحت او في النص برضو براحتك، بس انا بحطها على الوش، بتدي شكل حلو كده للصينية او للطاجن بتاعنا. كده سويت اللحمة مع الفريك، وبعد كده هبتدي بقى احط الشوربة مش كتير خالص، يعني بصوا يا دوبك كده تغطي الفريك او فوقيه بحاجة بسيطة زي ما احنا هنشوف مع بعض. مش محتاجة ان انا احط اكتر من كده، لانه الفريك من النقع بيبقى طري وشبه، يعني فاضله حاجة بسيطة ويستوي. بصوا كده يا دوبك كده الفريك مغطيه. هجيب الفويل وهغطيه كويس، وهدخل الفريك في الفرن على الرف اللي في النص درجة حرارة 240. بشغل الفرن من تحت بس. هنا هجهز كده ملوخية خضراء. هنعملها بالمخرطة، هنجيب اكياس مجمدة براحتنا خالص، بس يعني انا كنت اعمل ملوخية خضراء فعملتها بالمخرطة. وهبتدي بقى اطشها، لاني خلاص الفريك اخد حوالي 35 دقيقة في الفرن واستوى. هقول لكم نعمل ايه بس علشان كده نحمر اللحمة ونديها طعم حلو كده، بس بعد ما نخلص الملوخية. هنا حطيت الثوم على النار بالسمنة،
وحطيت عليه معلقة من الكزبرة، والشوربة هنا غليت، نزلت بالملوخية، وعلشان احافظ على لون الملوخية بحط معاها ربع معلقة صغيرة من الكربوناتو، يفضل لونها اخضر لحد اخر معلقة. حتى لو اتسخنت كذا مرة الكربوناتو بيحافظ على لون الملوخية بالشكل ده، وبيعمل طبعا الطبقة البيضة اللي احنا شايفينها دي، بس بتهدى خالص اول ما بنطفي على الملوخية وخلاص بتروح خالص الطبقة البيضة دي. نزلت يعني انا الكربوناتو حطيتها على الملوخية، وبعد كده نزلت بالملوخية على الشوربة اللي بتغلي. مجرد ما الملوخية تغلي كده من الجناب هشيلها من على النار، مش هسيبها تقلب والكلام ده، لا كده تمام جدا. هنا التوم والكزبرة خلاص هياخدوا لون، هبتدي اطش الملوخية بتاعتي وهطلع الفريك من الفرن. هقولكوا بقى نحمر اللحمة اللي في الطاجن ازاي او اللي في الصينية ازاي. كده خلاص طشينا الملوخية بالريحة بقى الجميلة دي، تعالوا كلوا بقى، فظيعة، حتة حلوة جدا جدا. كده تمام. هنطلع الطاجن بقى بتاعنا من الفرن. يبقى سر لون الملوخية قبل ما اروح للطاجن بتاع الفريك او صينية الفريك، سر خضار الملوخية او المحافظة على لونها سنة الكربونات. بصوا شوية يعني على طرف المعلقة بنحطهم على الملوخية، وبعد كده بنعمل الملوخية بتاعتنا عادي خالص، بننزل بيها على الشوربة اللي بتغلي ونكمل الخطوات عادي خالص. تمام. هنا بقى الفريك طلع من الفرن زي ما احنا شايفين، ممكن ناكله كده، بس انا بحب احمر اللحمة شوية يعني. فبصوا بدهنها كده دهنة بسيطة جدا بالسمنة البلدي. بصوا يعني هي المعلقة زي ما احنا شايفين كده، اللمعة اللي في اللحمة دي دي دهنة من السمنة البلدي. هدخلها بقى تحت الشواية دقيقتين علشان الفريك ما ينشفش، مجرد دقيقتين وخرجتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. أكلة سهلة وسريعة، والطاجن ده بيبقى طعم الفريك حلو قوي قوي، ما بياخدش وقت، وفي نفس الوقت قيمة غذائية وطعم حلو لولادنا. يعني هي أكلة بسيطة وسريعة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وإذا عجبكم ما تنسوش اللايك وشاركوه مع أصحابكم وسيبولي تعليق حلو زيكم كده، وأشوفكم فيديو جديد يا أحلى متابعين. باي باي.